يا مساء الخير على عيون حبايبي ومتابعيني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا النهارده ان شاء الله الطبق اللي قدامكم ده هنعمل النهارده وصفة جميلة جدا وخفيفة وبسيطة وكلنا بنحبها قوي. هنعمل النهارده فتة الفراخ بالزبادي من بواقي اكل عندي. حبيت اخترع منها كده حاجة، هو مش اختراع ولا حاجة، بس انا كان عندي بواقي اكل قلت اطلع منها وصفة كاملة متكاملة، فطلعت في دماغي اعمل الوصفة دي. تعالوا بينا مع بعض نشوف احنا عملناها ازاي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. عندي هنا نص الفرخه بتاعتي اللي باقيه عندي، وعندي هنا العيش بتاعي انا حمرته طبعا عشان ما اخدش وقت كتير معاكم الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. وعندي هنا الزبادي بتاعي اللي هنشتغل بيه. هنعمل طبعا الزبادي بتاعنا. هننزل الاول بمعلقه صغيره من الثوم المهروس، وهنحط شويه من الملح وشويه من الفلفل، وهننزل بشويه من زيت الزيتون، وهنقلب طبعا كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبادي بتاعي ده جاهز عندي. طبعا في ناس بتحب تحط طحينه على الزبادي، بس احنا طبعا هنعمل فتة فراخ بالزبادي، فانا مش بحب اضيف طحينه على الزبادي، بحب الزبادي يبقى زبادي بس، ما بحبش اضيف عليه اي حاجه تانية. هنعمل طبعا شويه صلصه كده بالخل والثوم. انا عندي الحله جاهزه عندي على النار، حطيت فيها ماده دهنيه. هننزل بمعلقه صغيره من الثوم، نحط كمان شويه. طبعا في ناس ما بتحبش تحط اي صوص على العيش بتاع فتة الزبادي، بس انا بحب اعمل شويه صوص كده بالخل والثوم اطعم بيهم بس العيش بتاعي، بيديله طعم وريحه جميله جدا عشان ولادك يحسوا بطعم الحاجه حلوه. التومه بتاعتي خلاص اصفرت معايا، هنزل بقى بمعلقه كبيره من الخل، وبعد كده هنزل بطماطميه مبشوره، طبعا يا جماعه الفته ما تبقاش فته من غير خل وثوم، ما يبقاش طعم خالص نهائي من غير شويه خل وثوم. هنضيف عليها معلقه من الصلصه، وهنحط شويه ملح وشويه فلفل صغيرين، هنسيبها بس دقيقه كده على النار وهقول لكم بعد كده انا هعمل ايه. بعد ما سبت التومه بتاعتي دقيقه على النار هضيف عليها شويه من شوربه الفراخ طبعا اللي كانت عندي. طبعا انا بقول لكم الوصفه دي انا عاملاها من بواقي اكل عندي، وصفه جميله جدا هتعجبكم قوي. اول حاجه عندي هنزل بالعيش اللي انا حمرته، وهننزل بعد كده بالصوص اللي انا عملته بالخل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده بشويه صغيرين خالص يا دوب بس زي ما قلت لكم اطعم العيش بتاعي. لو مش حابه تحطي تعملي الخطوه دي، دي حاجه ترجع لك انت بقى براحتك، بس انا بحب اعملها كده بالطريقه دي عشان انا مش هكتر، عشان انا عايزه العيش بتاعي يبقى مقرمش. هنزل بقى بعد كده بالرز بتاعي، سوري. حطيت العيش، وبعد ما حطيت العيش هنزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرده كده بالراحه على العيش. بعد ما حطيت الرز بتاعي، طبعا احنا ممكن نعمل الفته دي برز بسمتي برضو، بس على حسب الحاجه المتوفره عندك. وطبعا كلنا عارفين ان كل وصفه وليها كذا طريقه ممكن نعملها بيها. دي اسهل طريقه من الطرق اللي ممكن نعمل بيها فتة الفراخ بالزبادي. عندي صدور الفراخ بتاعتي، انا هبتدي بقى ارصها كده على الرز. ممكن لو عندك بقى صدور فراخ ممكن تقطعيها بالطول او تقطعيها مكعبات وتعمليها زي ما انت عايزه بالطريقه اللي تعجبك يعني. بس انا طبعا عشان انا عندي بواقي الاكل ده حبيت اعمل منه الوصفه دي.
قعدت افكر، طبعا كلنا اول ما بنصحى بنحتار احنا هنعمل اكل ايه النهارده، فانا كان عندي بواقي الاكل دي. قعدت افكر قلت مفيش غير فتة الفراخ بالزبادي، وصفة سهلة وبسيطة جدا، وطبعا مناسبة جدا للناس اللي بتحب تعمل دايت، مناسبة ليهم جدا، بس طبعا ما يكتروش منها، هي طبعا فيها كل حاجة حلوة ومناسبة للناس اللي بتعمل دايت. رصيت خلاص بالفراخ بتاعتي، هبتدي بقى احط الزبادي على وش الفراخ، اغطيها، احاول اغطيها كلها. عندي شويه عيش متحمرين برضو فاضلين معايا، ممكن نرصهم كده على حرف الطبق كده بالشكل ده. بعد ما رصينا العيش هنزين بقى بشويه بقدونس كده على حرف الطبق. ممكن بعد كده بقى نحط ايه شويه رمان، طبعا محدش يقول يا رمان، ايوه طبعا رمان، في ناس بتستغرب جدا للحاجه دي، مع انه حاجه يعني من الفوائد الجميله جدا في الاكل مع السلطات. اللي يعرف فوائد الرمان يا جماعه بجد والله ما يستغناش عنه ابدا ابدا في البيت. عندي بعد كده شويه لوز بقى هحطهم على الوش، شويه لوز متحمرين. وكده من بواقي اكل عندي عملت وجبه كامله متكامله. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، اتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم، انتظروني ان شاء الله في وصفات جديده وجميله ان شاء الله، يا رب تنول اعجابكم. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.